welcome back to my channel. كيف حالكم؟ طيبين؟ شو أخباركم؟ بعد غياب فترة طويلة 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 حبيت أجيب لكم شروحات، يعني حينزل فيديوهات اثنين ورا بعض، فيديوز ورا بعض اثنين، وكلها مهمة وكلها قصيرة عشان يعني ما نكثر الكلام. كثير منكم يقول لي مثلا كيف أراسل الدعم، تمام؟ الفيديو الثاني حيكون على طول ورا هذا اليوم اللي بعده إن شاء الله، يعني اليوم حنزل هذا، بعده حنزل الفيديو الثاني. كلها مهمة وكلها تحتاجونها وكلها تجوني انستغرام تسألوني عن هذا الموضوع. أول شيء كثير منكم يقول لي، أول موضوع كثير منكم يقول لي كيف أكلم الدعم. جماعة، أول شيء كيف تكلمون الدعم لازم تفتحون الباي بال من المتصفح، يعني ما تفتحونه من التطبيق، تفتحونه من المتصفح. أوكي، أي متصفح عندكم. أوكي، بعدين تروحون هنا علامة الجرس، خلاص تروحون علامة الجرس. أنا نوهت عن هذا الموضوع في فيديوهات سابقة، بس ما فصلت بشكل أكبر، يعني ما تكلمت بشكل أكبر. تروحون لعلامة الجرس اللي هي هذه، دائما تجوني بعدين تشوفون الإشعارات هنا. إذا معطيكم باي بال تنبيه إنه أنتوا عندكم مشكلة لازم تحلونها، راح تنحط لكم هنا، بس راح تنحط لكم بدري. انتبهوا، من أول ما يتم رفض، مثلا رفض بطاقة، رفض مثلا تحويل، رفض أي شيء، لو في تنبيه حيحطون لكم بدري هنا، وبعد فترة يشيلونه، فيصير ما عاد في أمل إلا أنكم تكلمون الدعم. لو كان في التنبيه موجود فهيصير تحلون مشكلتكم. يعني مثلا يبغالكم ترفقون هوية، يبغالكم ترفقون بطاقة بنكية، أي شيء. عفوا. المهم ما علينا، الإشعارات هذه ما عندك شيء في الإشعارات، ما طلبوا منك موضوع أو راحت عليك، أو طلبوا منك وراحت عليك، تيجي تكلم الدعم من صندوق الوارد. بعدين تفتح صندوق الوارد، بعدين تفتح عرض الرسائل. تمام، الحين تنفتح عرض الرسائل. بعطيكم بس نموذج للبداية وانتم تكملون. طبعا تكلمون الدعم بالعربي بالانجليزي، كلهم راح يردون عليكم، بس انا اشوف الاسرع، التكنيك الاسرع يعني الانجليزي، الدعم بالانجليزي يعني يكون اسرع في الرد. لكن انتم اللي حابين، يعني انتم اللي انتم حابينه. طبعا كل بعد فترة يغيرون ال شو اسمه، شكل النموذج الرسائل، كيف يعني طريقتها. يعني هالمرة شوف كيف حاطين صندوق ومدري زي كذا، هذا الكلام. كانوا لا حاطين على طول كذا إرسال رسالة وبلس اللي هو الزائد وكذا. الحين تسألون، يقولك هل تحتاج إلى مساعدة؟ اسأل باي بال. تمام، يقولك هل تحتاج مساعدة؟ أيوة، هذا هو الخانة اللي إذا كان تبغون تكلمون باي بال فيها. يعني هذا المربع اللي يتكلمون فيه باي بال، دعم باي بال. وما تحطون إنهاء، انتبهوا، ما تحطون إنهاء، تخرجون عادي تسجيل خروج وخلاص. يجيكم في البريد اللي هو الإيميل اللي أنتوا عاملين فيه باي بال، الإيميل تعرفونه اللي أنتوا جوالكم موجود، اللي أنتوا عاملين فيه باي بال، حيجيكم تنبيه إنه جاتكم رسالة من مين؟ من دعم باي بال. طيب كيف متى الأوقات المناسبة؟ الأوقات المناسبة من الصباح الساعة 7 أو 8 أو الفجر ترسلونها، أنتوا خلوها من 7 إلى أذان المغرب، هذا أفضل وقت يردون عليكم، أو قبل أذان المغرب بشوية، هذا أفضل وقت يردون عليكم. لكن في الأوقات اللي فوق، يعني من بعد المغرب وفوق، غالبا ما يردون صراحة، يعني أغلب ما نجرب إحنا والمتابعين ما يردون، يخلون أصلا يقول لك ما يوجد يعني موظف إنه يرد عليك. فهمتوا؟ فتفتحون تكتبون هنا مثلا الأفضل إنكم تكتبون بالإنجليزي، يعني تتكلمون الدعم الإنجليزي، لكن أنا بتكلم بالعربي. مرحبا باي بال. تمام، بس هتحطون إرسال، راحت الرسالة. هذا أول شيء. يقول لك، يعطيك كلام، يقول لك مثلا لقد وجدت مقالات مشابهة، إيش عندك، إيش مشكلتك ذي. المهم أنا ما راح أراسلهم الحين لأنه راح أفتح رسالة وما عندي مشكلة، أنتم بتكملون. تمام، أنتم تكملون.
أعطيكم النقطة الأخيرة وبتكملون. مرحبا باي بال، أنا كتبت يقول لك لقد وجدت بعض المقالات المفيدة في مركز المساعدة، هل في شيء ساعدك من هذا الموضوع؟ لماذا مبلغ صغير مخصوم بكشف حسابك؟ يعني هل في شيء أنت أصلا قبل قريت عنه وما استفدت أصلا، ما انحلت من هذا المواضيع مشكلتك؟ خلاص، يقول لك نعم أنا جاهز للبدء، لا أحتاج إلى مزيد من المساعدة. يعني تختار يا هذه يا هذه. أنا غالبا أقول لهم لا أحتاج إلى المزيد من المساعدة، يعني ما كفاني هذا الكلام. يقول لك هل أنت جاهز للبدء بهذه المواضيع؟ أنا ما أتطرق للخانة هذه، على طول أقول لهم لا أحتاج إلى مزيد من المساعدة. يعني أبغى أشتكي لكم، أنا هذه ما كفاني الموضوع، هذا المواضيع هذه ما حلت مشكلتي. يمكنني تحول هذه المحادثة إلى أحد الوكلاء، قد يستغرق ردنا بعض الساعات. فور تحويلي إلى هذه المحادثة يمكنك إغلاق النافذة، يعني بس أقفلها من فوق من الإكس، يعني ما راح أقفلها أسوي لها إنهاء. عندما نرد سنبلغك برابط مركز الرسائل، يعني حيجيك تنبيه هنا بالعلامة الحمراء إنه في رسالة، أو حيجيك على البريد، حيجيك هنا بالأحمر إنه جاء الدعم رد عليك، أو يجيك بالبريد. هل تريد إرسال هذه المحادثة لأحد الوكلاء؟ تحط نعم وتكتب كلامك مرحبا باي بال. أنا ما راح أكتب هنا لأني ما بفتح رسالة وأنا ما عندي مشكلة. خلاص، هل تريد إرسال هذا المحادثة لأحد الوكلاء؟ تحط على طول تضغط نعم وتقعد تكتب كلامك مرحبا كذا وكذا وكذا، تحط إرسال. لكن ما تسوي هذه الخانة، انتبهوا ما تسوي إنها، إذا سويت إنها راحت عليكم الرسالة كلها، إلا تسوون من جديد. تمام؟ أنا راح أحط لا، أنتوا تحطون نعم، أنتوا تحطون نعم وتكتبون كلامكم، تحطون إرسال وتقفلون من الإكس. هو حيجيكم تنبيه هنا، لو فتحتوا بايبال حيجيكم تنبيه هنا، وأصلا حيجيكم زي ما قلت لكم في البريد تنبيه إنه جتكم رسالة من دعم بايبال. يلا روحوا ردوا ترجعون تفتحون بايبال من جديد من المتصفح، تلاقون الكلام هنا، الدعم يقول لكم مثلا ما هي المشكلة كذا كذا حلها، وإلى آخره، ويلا تبدون تكتبون كأنكم تراسلون أحد في واتساب. بس انتهى الموضوع فقط، هذا هي. خلاص انتهيتوا من أن حلت مشكلتكم وخلاص تسوون إنهاء للرسالة، أو إذا ما سويتوا إنهاء للرسالة هي راح تنتهي. كاتبين لكم تتوفر جميع الرسائل الصادرة في 1 يناير بعد ذلك في مركز الرسائل لمدة 3 سنوات من تاريخ إرسالها. ما شاء الله تطول. إذا كنت تريد نسخة من أي رسالة سابقة، يعني إذا قال لكم إنه يعني تنفعكم تطول يعني الرسالة اللي أنتم رسلتوها، يعني مثلا زي ما تقولوا كإيش، أنا راح أحط لها الحين يعني كإيش يعني تطول لكم الرسالة تنفعكم، يعني مثلا بتراجعون يوم من الأيام وزي كذا. المهم هنا أنا حطيت لا، الأمور على ما يرام، خلاص سوينها. أنا ما أبغى الرسالة، لكن أنتوا زي ما قلت لكم تحطون نعم تكتبون زي كذا، تجيكم خانة زي كذا تكتبون فيها الكلام. بس مراسلة الدعم في بايبال. ولا تخافون، مرة متفاهمين، أغلب الدعم ما شاء الله متفاهم. ولما تكون المشكلة عويصة يعني مرة عويصة، يعني راح تتضايقون. يعني ليش؟ لأنه الغلط منكم أنتم، ما سويتوا حساب قانوني وصحيح 100%. فعشان كذا الدعم يقول لك لا، ما نقدر نسوي لك كذا، لا ما نقدر نسوي لك كذا، يعطونكم شروط تعجيزية. هذه قوانينهم، هم قوانين بايبال مو من الموظفين، هو بايبال كذا قوانينه. لكن انتم من البداية لا تخلون هذا الشيء يعني يقهركم، يعني مثلا انه ما تقولوا ما حل الدعم مشكلتنا وما ما ساعدنا وما ادري ايش. ليش؟ لانه من البداية انت خلي حسابك قانوني، وخلي حسابك صحيح، يعني هويتك اسمك كل شيء خلي صحيح، عشان لو طلبت من الدعم يحلون مشكلتك ايش تسوي؟ وطلبت من الدعم يحلون مشكلتك يصير ايش؟ خلاص الموضوع يعني سهل بالنسبة لهم، يحلونه لك في ثواني. يقول لك يلا ارجع حسابك وكذا وكذا، عطنا هوية، عطنا مدري ايش، عطنا مدري ايه، خلاص يطالعون فيها يقارنونها ببعض، يقول لك يلا استخدم حسابك. بس هو هذا الموضوع اللي اليوم. إن شاء الله بكرة راح أعطيكم الموضوع الثاني اللي هو مشكلة شوية عويصة، بس حلها بسيط إن شاء الله بإذن الله. على حسب يعني
كلامكم انتم اللي طلبتوه، يعني انتم تطلبون مني في الانستغرام مثلا كيف نسوي كذا، كيف نسوي كذا، كيف نسوي كذا، فراح اسويها على فيديوهين. هذا واحد احد الفيديوهات، وان شاء الله اليوم الجاي راح انزل الفيديو الثاني، يعني يومين ان شاء الله وينزل الفيديو الثاني. بس اللي حابة منكم تدعموني باللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جاي. مع السلامة، باي باي.